فاضل إيه في الزمالك لسه ما انتهاش، فاضل إيه في الزمالك لسه ما خربش، فاضل إيه ما اتباعش، إيه ما هربش، إيه ما اتداينش، إيه ما اتوقفش، إيه ما اتعملش. مجلس إدارة كابتن حسين لبيب يعني أنا مش لاقي وصف، يعني أنا عشان أنا بس الكلام بيزعل. أنا مش لاقي وصف للي بيحصل. أنتوا واقفين بتتفرجوا وشايفين اللي بيحصل، هل بتحلوا؟ هل بتحاولوا تحلوا؟ كان عندكم مشكلة الأرض وضاعت. طب الحل إيه؟ مفيش حلول، خلاص واقفين نتفرج، المركب عمالة تغرق واقف تتفرج. بنتايج فسخ عقد وأنذر بفسخ العقد، لسه المدة ما خلصتش، ده كله كلام استهلاك. عندك حل؟ طب بنتايج وهيهرب ولا هيفسخ ولا هيمشي؟ و... ومعالي اللي اختفى، وعمال اقول معالي فين يا جماعه، معالي فين يا جماعه في كل فيديو وكل لايف. هو معالي فين يا جماعه؟ هو معالي اللي جايبه كابتن جون ادوارد فين يا جماعه؟ هو العقد بتاعه فين يا جماعه؟ الراجل ده راح فين يا جماعه؟ مفيش. هرب هو كمان ولا فسخ ولا عمل ولا سوى هو كمان؟ صلاح مصدق قعد وكيله دكتور سالم، ودكتور سالم يعني راجل صاحبنا، واتكلمت معاه قال لي لا مش هنفسخ، لا مش هنفسخ، احنا عايزين، احنا الزمالك وعايزين حقنا والولد بيحب النادي وبيتمرن وبيتمرن. بعدها باسبوع فسخ عادي عادي. هل بقى الاهلي بيوديك في سكه حسام عبد المجيد اللي لسه فاضل له سنه ونص، والحق فيه قشط في العقد بتاعه، لا مزور، لا كهربا، لا مش عارف ايه، وهو بيخلص مع بنتايج؟ يعني بنتايج هنلاقيه في الأهلي مثلًا في يناير، في نهاية الموسم، في كده مثلًا والّا إيه؟ ما أنا مش فاهم دي. هل مجلس إدارة الزمالك كده مبسوط؟ هل كابتن جون إدوارد ومديره الرياضي للفريق مبسوط؟ يعني الزمالك رايح فين بقى؟ يعني بنتايج اللي كان بيسند مع فتوح وتستعمله مرة وينج وهو بيحل لك مشاكل هو وفتوح والاتنين بسم الله ما شاء الله عندهم كورة، أهو فردة كمان من أحد أسلحتك بتاعة الموسم مشي. ضيف على كده طبعًا أنت لسه ما فكّيتش القيد، ولسه ما جبتش صفقات، ولسه ما شُفتش ملف موضوع المدير الفني، ولسه هتشوف بقى اللعيبة اللي عمّالة تهرب، ولسه القضايا الجديدة اللي عمّالة تيجي، وفيريرا اللي أنت جبته ومشّيته ومشي وعامل مشاكل، ومعالي اللي أنت جبته ومشي وعامل مشاكل، ومش عارف مين، والجيفاني اللي أنت مشّيته، وجروس اللي أنت مشّيته، وصلاح مصدق اللي أنت مشّيته. إيه، لمصلحة مين بقى؟ التجربة دي هتخلص إمتى؟ يعني التارجت بتاعها إن أنت تخلّص لمّا مثلًا يعني نادي الزمالك يبقى من ضمن ال14 اللي تحت، اللي هو اللي خلاص ما فيش منافس على اللقب بس بيصارع على الهبوط. هو ده نادي الزمالك اللي هيبقى، يعني دي فرقة الزمالك اللي خلاص اللي بعد التوقُّف. أنت المفروض تستغل فترة التوقُّف اللي الزمالك مش هيلعب فيها فترات طويلة دي عشان ت ت ترتّب البيت زي ما بيقولوا. فترة التوقُّف بدأت، والمنتخب التاني هيلعب النهارده تاني ماتش ليه، والمنتخب الأول خلاص داخل على المعسكر بتاعه، وبطولة أفريقيا هتتلعب وتخلص، وأنت بسم الله ما شاء الله ما عملتش حاجة. يناير هييجي ويخلص وما عملتش حاجة. فحاولوا تلحقوا الزمالك. بنتايج أعتقد ممكن يروح الأهلي، يعني أنا شايف، ما عنديش معلومة أكيدة، بس يعني أنا لو مكان الأهلي لعيب باك ليفت دولي كويس، شُفته في الملعب وعارفه وعارف طريقته وعارف حياته، وجاي لي free مش هاخده ليه؟ وأنا أصلًا عايز باك ليفت. الزمالك مدّي للأهلي في آخر 3، 4 سنين هدايا، والله العظيم هدايا، package كده، هدايا، 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 فلوس، 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 لعيبة، لعيبة، استفيد الأهلي لعيبة وبطولات. زيزو زيزو وإمام عاشور وياسر إبراهيم أصلًا كان زمالك، ياسين مرعي زمالك، مين تاني؟ وبن شرقي كان جه على الزمالك. إيه تاني؟ إيه تاني؟ وفي كلام على حسام عبد المجيد، وفي كلام على بنتايج، وفي كلام، كل ده كله، وإدارة الزمالك مختفية وسايبة الكابتن جون إدوارد المدير الرياضي
متحكم في ملف الكورة الكامل، والملف عمّال يفشل. ما حدش يزعل بقى، واللي يزعل يزعل براحتكم. وعلى فكرة موضوع العقود بتاعة اللعيبة اللي مش موجودة في النادي، دي هنتكلم فيها بتفاصيلها. عقود اللعيبة الجديدة مش موجودة في النادي، كل اللعيبة اللي جات الموسم ده العقود بتاعتها مش في النادي، ندوّر عليها مع بعض بقى.